هاي جايز سبسكرايبرز، اهلين بكم في اسبوع جديد ومقطع جديد. احب اقرا وجهة نظر العالم سواء من اجانب عن السعودية او من الخليجيين، فخلونا نبدأ. كتابنا اليوم اسمه اماراتي في الرياض لمحمد المرزوقي، الطبعة 2014 من دار كتاب، واشتريته من نيل فرات. الغلاف عليه برج المملكة، وطبعا هذا رمز في الرواية حتى يعرفوا ليش اختاروا. برضو عليه لونه بالأخضر ونفس علم السعودية مكتوب بالأبيض، فاختيار موفق الصراحة للغلاف. خلونا نبدأ بالمعلومات المهمة. أول شيء اللغة جميلة، في تشبيهات وحس دعابة، يعني أسطوري الصراحة وعظيم. في مزيج من العامية والفصحى في الحوار، طبعا هو كتبها كمذكرات. أقيمها ب3/5. طبعا محمد جاء يشتغل في شركة زين من 2004 إلى 2011. في هذيك الفترة في أشياء كانت موجودة واختفت. طبعا أنا راح أكلمكم عن الأشياء اللي عجبتني الآن في الكتاب، بعدين نروح الأشياء اللي أنا ما عجبتني في الكتاب. لما نتكلم عن فترة حكم الملك فيصل وعن حكم الملك فهد وكيف أنه معجب فيه، وحكم الملك خالد، عشان هذا الشيء عجبني صراحة. قال معلومات تاريخية أنا أول مرة أعرفها، واتكلم عن احداث انا وجيلي، جيل التسعينات ترى ما شهد منها شيء اصلا. جيل الثمانينات والسبعينات يعرفوا هذه الاحداث اللي صارت في المنطقه العربيه وشهدوها يعني، ويفتكروها كويس. كانت اضافه جميله. عنده حس دعابه عظيم جدا جدا جدا. برضو من الاشياء الجميله اللي مره اتكلم عنها، انبسطت كيف انه بعدين قال ان نظرته تغيرت لبلد هو جاي وكاره البلد اصلا. بس بعدين بعد ما احتك في المجتمع كيف تغيرت نظرته، وعرف انه في ناس يعني عندها قدرات من المجتمع السعودي، مو كلهم مرفهين ومدللين. فهذا الشيء مرة عجبني. طبعا في البداية هو كان يشتغل في برج المملكة ترى، عشان كذا اختار هذا الغلاف. بعدين انتقل للتعاونية، و بعدين انتقل للتعاونية. انبسطت لما الصراحة كان يتكلم عن المطاعم. في بعض المطاعم ما زالت موجودة، يعني زي ماما نورة ترى ما زال موجود الآن. برجر بوتيك حقيقي ما عندي فكرة إذا هو موجود الآن ولا لا. تكلم عن طرق وتكلم عن مطاعم، تكلم عن طبيعة الناس وطبيعة البلد وأشياء متفرقة يعني عن البلد. فهذا شيء مرة عجبني. من الأشياء اللي الصراحة جميلة مرة إنه كتب عن دبي قبل التطور احنا نعرفه. دبي اللي طورها الشيخ زايد الله يرحمه، قبل احنا كلنا نعرف دبي اللي طورها الشيخ زايد الله يرحمه، والجهود اللي بذلها فيها. الجيل الألفينات وجيل التسعينات زي حالاتي كلنا نعرفها بعد، بس هل احنا نعرفها قبل؟ لا ما نعرفها. مين يعرفها قبل؟ جيل السبعينات والثمانينات. فهذه كانت إضافة بالنسبة لي. وفي مشاريع شافها كانت لسه ما اكتملت، يعني زي الآن كلنا عارفين طريق الملك عبد الله اكتمل، المترو شغالين عليه. في كثير من المولات اكتملت عندنا أقدر أقول، في جامعات زيادة انفتحت عندنا. ففي أشياء هو ما شهدها بس لحق بداياتها وتغيرت. يعني الرؤية العظيمة اللي غيرت البلد تماما، يعني من الأشياء اللي انتقدها وأنا أفهم، وهي غريبة لأي خليجي في ذاك الوقت، إنه كيف البنت ما تسوق؟ ليه؟ لأن بالنسبة لهم شيء معتاد إن يسوقوا من التسعينات، والحمد لله الآن البنات عندنا صاروا يسوقوا. تقدر تستأجر سكن أو تشتري وتعيش فيه. من يوم عمرها 18 تقدر تعيش حياتها مستقلة ببطاقة أحوالها وهويتها، ما هي محتاجة أحد. حتى تقدر تسافر لحالها، وهذا الشيء ما كان موجود زمان. لما نتكلم على فكرة أنه الأسواق كان ممنوع يدخلوها الشباب، وحتى المجمعات كان ممنوع يأجروها الشباب، أنا أتفهم الصراحة، عادي شيء كان موجود زمان وراح يعني. أتفهم استغراب لأنه كان موجود، بس ما عاد صار هذا الشيء موجود الآن. الكتاب عنده صراحة بعض الآراء اللي أنا ما تقبلتها. يعني ما تقبل فكرة أنه أنت تتصالح مع العدو وأنك تسمح له يدمر بلدك. أبدا ما تقبلت الفكرة. يعني تتصالح معاه بس لمجرد أنك كنت تهزمه. طبعا عدوك قوي، كيف حتهزمه يعني؟ مهما صوت متطور قوي أنت ما حتوصل لمراحل وتهزمه. انبسطت لما نتكلم عن برنامج خواطر حق أحمد شقيري، من البرامج العظيمة اللي أنا شفتها بكل مواسمها وأعيدها مرات ومرات. هو تكلم عن خواطر 5، الجزء اللي كان في اليابان،
وتكلم برضو عن كثير من التغييرات اللي صارت في الإمارات. وبرضو كنماذج كويسة، كان يتمنى أنه يشوف هذا الشيء على السعودية. وطبعا اللي يتابع أحمد الشقيري يعرف ينزل سين موسمين على التغييرات والتطورات اللي صارت في السعودية. فأتمنى إذا الكاتب حي يشوف سين، وحيشوف أمنيته متحققة في هذا النموذج. التوقيت صح، التوقيت كان فنان فعلا لعرض البرنامج اللي خلى كل أحد يتفرج عليه. هو مستغرب الانتظار على المطاعم الآن، ترى ما زال موجود انتظار على بعض المطاعم، وفي بعض المطاعم أصلا انتظار زاد عليها وصار أطول يعني. شيء طبيعي. قاعد يتكلم على فكرة أنه قطاع العمل، الشركات صارت خمسة. أغلب العالم أطباء شركات، أغلب الناس صارت ترجع خمسة، مو بس القطاع الخاص وأطباء، لا يعني صار هذا الشيء عندنا مع الأسف. فأفهم تماما الكلام اللي قاعد يقوله، وفعلا يعني احنا نتكلم فيها بمنطق. كثير ناس ما عندها الرغبة انها تستنى، وممكن ما تلاقي اكل، ممكن يكون هو ساكن لحاله لانه جاء مثلا من الشرقية للرياض، فهو مو لاقي اكل، فهو يستحسن انه يروح يطلب من برا ولا يروح يتعشى برا، افضل له من انه يروح يطبخ، لانه في بعض ما عنده مهارات الطبخ اللي تساعده في هذا الموضوع. افهم هذا الشيء تماما حقيقي. اللغة عذبة جميلة، وصف الأماكن صراحة عنده ممتاز. اتكلم بس عن برج من المملكة الفيصلية، انه هذا اللي كان موجود هذاك الوقت. بعدين لا، اتطورت الامور، اصلا حتى اسم الفيصلية تغير، صار مود مول. الجيل الجديد طبعا يعرف هذا الاسم، الجيل القديم للان يناديه الفيصلية. كان مستغرب انه ما في ناطحات سحاب في السعودية، الان ما شاء الله تبارك الرحمن، بالذات في الرياض. الرياض اغلبها عمائر وناطحات سحاب، فهذا الشيء يعني صار مؤخرا. مستغرب من زيادة عدد السكان، وهو قال الأسباب: الشركات اللي فتحت، الناس اللي انتقلوا من مناطقهم للرياض. يعني في أيامه كان عدد السكان في الرياض 6 مليون، الحين صاروا 8 مليون، وعدد سكان السعودية 37 مليون، اللهم زد وبارك يعني. الله يخلينا بلدنا بالنهاية. الكتاب مرة جميل للجيل القديم، السبعينات والثمانينات، أنصحهم يقروه لأنه يمثل فترة هم عاشوها يفتكروها كويس. حتى جيل 2000 صراحة أنصحكم تقروا الكتاب، يعني جيل 2007 أنصحكم تقرأوا الكتاب، لأنه في تفاصيل أنتم ما تعرفوها ما عشتوها، حتستمتعوا لما تقروها. تقييمي 3/5. تقييمي 3/5 لأنه ما ضاف لي إلا معلومات بسيطة جديدة في الناحية التاريخية. شكرا متابعة. See you guys.